السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لما تحتاروا بقى في غدا وتكونوا حاسين ان انتم فرهدين من الحر، مش قادرين تقفوا في المطبخ كتير، يبقى لازم تعملوا الوصفة دي. حرفيا يا جماعة ما بيعديش اسبوع من غير ما اعملها. سهلة وصحية وسريعة، غير بقى ان طعمها في منتهى اللذاذة. بجد ما بتاخدش دقايق وتكون جاهزة معانا. الغدا كله هيتعمل تقريبا في ربع ساعة. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ونبدأ الوصف. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتوش. هنجيب كوباية من الحليب الرايب أو اللبن الزبادي أو اللبن الحليب، وهنضيف عليها 3 معالق كبار من الزيت، وعصير ليمونة كبيرة أو معلقة كبيرة يعني من عصير الليمون. هضيف عليها بقى شوية حاجات بسيطة كده، أولهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. نقلب كل الحاجات دي مع بعض زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة. بعد كده بقى هنضيف عليها مجموعة من البهارات، مفيهاش أي حاجة غريبة ولا مبتكرة ولا أي حاجة. عندي معلقة صغيرة من الملح، وهضيف عليها كمان حوالي نص معلقة من الجنزبيل المطحون، كمان نص معلقة من الثوم البودر، ونص معلقة من البصل البودر. الثوم البودرة والبصل البودرة بيدوا طعم في منتهى الجمال. وكمان نص معلقة صغيرة كده من الكزبرة الجافة، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الشطة الحمراء اللي هي الشطة البودرة، أو ممكن نستغنى عنها بمعلقة صغيرة من هريسة الشطة. وهنقلب كل المكونات الحلوة البسيطة دي مع بعض. وحقيقي التتبيلة دي خطيرة، ومش بس تنفع صدور الفراخ المشوية اللي هنعملها النهاردة، لا كمان تنفع الفراخ المشوية، تنفع تتبيلة أي مشاوي انتوا حابين تعملوها. هنضيف كمان عليها معلقة كبيرة من الخل الأبيض، ونقلب كل الحاجات دي مع بعض ونسيبها على جنب، ونشوف بقى هنعمل ايه في صدور الفراخ. عندي ده كيلو من صدور الفراخ اللي هو البانيه، بس انا ما بخليش الراجل يقطعهولي، انا باخده صحيح على بعضه كده علشان انا اقطعه زي ما انا عايزاه. وهنجيب بقى صدور الفراخ دي وهنبدأ نقسمها كده كل صدر على 2، وكل قطعة منه او كل ربع منه هنقسمه برضو على 2. في الاول ممكن اشيل قطعة الفيليه اللي تحت دي اللي احنا بنحب نعملها ستريبس، وممكن اسيبها عادي جدا. انا هشيلها يعني هركنها المرة تانية، وهبدأ بقى ايه اقطع الصدر كده بالعرض على 2. سمكه هيكون حلو جدا ومناسب جدا. انا هوريكم دلوقتي السمك المطلوب اللي يخليها معانا ما تطلعش بقى ناشفه، بالعكس هتبقى الصدور دي جوسي جدا جدا، وكمان تطلع مستويه. هخلص كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه كده. الدنيا سهله خالص، مفيش اسهل من كده يا جماعه. وحقيقي هعمل لكم بقى شويه بطاطس معاها، انتوا هتحبوا البطاطس اكتر من الفراخ كمان. انا مش هعمل الفيديو نفسه فيه بطاطس، لكن هقول لكم انا عملتها ازاي. البطاطس اللي انا هقدمها معاها واللي شفناها مع بعض في اول الفيديو عبارة عن بطاطستين متقطعين مكعبات، واحطهم في شوية مية وملح على النار واسيبهم بس 10 دقايق مع بعض لحد ما اغرز الشوكة في البطاطس، احس ان البطاطس استوت. هاخدها بعد كده، وبعد كده هجيب لها بقى فصين توم وشوية زيت ذرة بقى، زيت زيتون اللي انتوا حابينه، وشوية بابريكا وشوية شطة، وشوية كده من الكزبرة الخضراء والشبت متقطعين صغير، واضيفهم كده عليها. وبعدين نحط بقى البطاطس في كل الليلة دي. خدوا بقى احلى واطعم والذ بطاطس هتجربوها حرفيا. شوية شطة بقى لو احنا حبينا تبقى ايه سبايسي شوية. هنا انا خلصت تقطيع الفراخ كده وبططتها سواء بقى بمدق البفتيك او بالساطور لو هو تقيل. وبعد كده هحطها بقى في التتبيلة الحلوة دي، واسيبها ايه في التلاجة حوالي على الاقل يعني ساعة. مستعجلين عليها سيبوها ربع ساعة وابدأوا ايه استخدموها على طول. هقلبها حلو كده علشان كل الفراخ تتشرب من التتبيلة وتبقى حلوة بقى وتطلع معانا جوسي وفي منتهى الجمال. هدخلها بقى التلاجة. بعد كده اخرجها من التلاجة واجيب الجريل بتاعتي او الطاسة التيفال اي حاجة عندي، هحط فيها معلقة كبيرة من الزيت. ولو عندي ليا ضاني بتبقى تحفة معاها، بس عشان انا عايزاها تبقى خفيفة ولايت شوية انا مش هحط عليها ليا ضاني، هو انا اكتفيت بشوية الزيت. اهم حاجة يسخنوا كويس قوي والطاسة تبقى سخنة كويس قوي، ونبدأ نقلبها كده. كل وش بياخد حوالي 6-7 دقايق، ونقلبها على الوش التاني. ويا سلام عليها بقى وعلى طعمتها وعلى ريحتها، احلى صدور فراخ مشويه هتاكلوها، خفيفه قوي قوي ولذيذه قوي قوي. هنيجي بقى في الدقيقتين الاخرانيين كده، ونبدا بقى ايه نجيب شويه صويا صوص او صوص باربيكيو، ونبدا ايه نمسح كده عليها بالفرشه.
تديها طعم ولون في منتهى الروعه. بصوا كده الجمال، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك عليها. عاوزين تجيبوا بقى حته فحمه كمان وتولعوها وتقفلوا عليها الغطا كده وتخلوها تاخد ريحه الشوي اللي انتوا عاوزينه. انا هنا هنقلها في الطبق ده، والخطوه الاساسيه هغطيها كمان بورق فويل اول ما تخرج، واسيبها شويه كده علشان ورق الفويل فعلا بيحبس الحراره، يخليها تكمل تسويه كمان حتى بعد ما بنطفي النار عليها. طبعا هكمل كل الكميه وهشويها بنفس الطريقه، وبعد كده هبدا بقى اقدمها مع مكرونه حمراء والبطاطس المسلوقه اللي عملناها بقى بتتبيله خطيره، عباره عن زي ما انا قلت لكم توم وزيت وملح وفلفل وكمون بابريكا شطه، شويه كزبره خضراء وشويه شبت اخضر، وهنتبل البطاطس بكل الخلطه الحلوه دي ونقدمها جنب الفراخ. مفيش احلى ولا اسهل من كده، غدا سريع ولذيذ وفي الانجاز. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.